السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ شايفين الجمال اللي قدامكم دوت؟ دي تحلية سريعة علشان خاطر حبايبنا وولادنا يجوا من المدرسة يلاقوا حاجة كده حلوة ويفرحوا. هنجيب البسكوت كده يا حبيبي زي ما انتم شايفين، اي بسكوت سادة عندك، ونضربه في الكبة او في الخلاط، او بايدك يعني براحتك. بعد ما هنضربه كده يا حبايبي وننعمه ونحطه في البولة زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة يا حبايبي علشان ده بيساعدني، وتقولوا لي ايه رأيكم في الحاجة اللي بعملها. هي حاجة بسيطة بس يا رب تعجبكم كده. هتحطي معلقة زبدة طبعا على البسكوت او سمنة عادي، ونقلبها كده لغاية ما تبقى رملية شوية. تفضلي تقلبي فيها كده. وطبعا احنا جايبين دانوت زي ما قلت لكم. عندك بواقي شوكولاته، بواقي بسكوت تاني، اي حاجه هتحطيها النتيجه هتبقى جميله جدا. هننزل كده بالدانوت كده عليها ونفضل نقلب علشان خاطر احنا بنطري البسكوت بيها. ممكن بدل الدانوت لو عندك قطع موز بتهرسيها بالشوكة وتقلبيها على البسكوت برضو. بيبقى حلو قوي ومغذي. انا عملتها برضو قبل كده على القناة. شايفين كده يا حبايبي؟ هنجيب بقى الطواجن بتاعتنا او اي بولات عندك او كاسات، الحاجة اللي انت تحبي تحطي فيها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كده يا حبايبي بصي هنفضيها كلها. ولو عندك بقى بسكوت بوريو، بسكوت بشوكولاته، اي حاجه، هنوزع كده على الكاسات برضو كده علشان خاطر ايه نبقى احنا مدين طعم تاني للبسكوت. هي جميله جدا وهيحبوها قوي. جربيها بالطريقه دي، سهله وبسيطه. وفي دقايق بتعملي احلى حلويات بدل ما بتشتريها من بره. كده احنا حطينا البسكوت في الطواجن كلها. طبعا عندنا شوكولاته مسيحينها. عندك نوتيلا، شوكولاته مكعبات، اي حاجه اعمليها. انزلي برضو على البوله كده. وبعد كده هنقطع قطع المانجا اهو. شايفين يا حبايبي؟ طبعا الشوكولاته هنا ما كانتش ساحت كلها فانا حطيت اللي ساح، لان كنا عايزين بقى ناكل حاجه حلوه. كده يا حبايبي خلاص خلصناها اهي. طبعا نزلنا بقطع المانجا على البولات كلها. احنا مقطعين طبعا المانجا. طبعا المانجا دي احنا مفرزينها وفي اي وقت بحتاجها بطلعها. انا سايبه فيه سليم وسايبه مقطعه كده حتت اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. الشكل النهائي شكله جميل جدا وتحفه، والطعم والله يعجب ولادك قوي. جربيها بالطريقه ديت. سهله وبسيطه ومش مكلفه. وحاجه انت بقى عاملاها لولادك نضيفه في البيت. شايفين البسكوت من تحت والمانجا من فوق؟ الطعم ما شاء الله وريحه الطاجن كده جميل. جربوه يا حبايبي هيعجبكم. وما تنسوش تشتركوا في قناة ماما كريم عشان يظهر لكم كل جديد. حبايب قلبي بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.